السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. إزاي نصنع مجسم جميل جدا داخل برواز خشبي ينفع يكون ديكور يتعلق على الحائط. هنتعلم إزاي نعمل شجرة البرتقال أو الاستفندة الجميلة دي، كمان نصنع الباب الجميل ده والفانوس الصغير ده برضه. كالعادة هنشرح بالتفصيل وبخامات بسيطة، فسريعا قبل ما نبدأ اعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ويلا نشوف هنعمله إزاي. أول حاجة بدأت بقطعة من خشب ال MDF، ده السمك بتاعها تقريبا 2 مللي، رسمت عليها شكل الباب كان 8 سنتي والارتفاع بتاعه 14 سنتي، وفي كيرف كده من فوق هنقطع الباب ده. الخشب ده ما بيحتاجش منشار ولا حاجة، ممكن نقطعه بالكتر عادي بمجرد المشرط، بضغط بيه كذا مرة كده وبعدين بيتفصل من بعضه زي ما انتم شايفين. يفضل قطعه على كذا مرة بالمنظر ده. الجزء اللي فوق برضه المنحني ده هقطعه، ممكن نستخدم المشرط عادي جدا مفيش مشكلة، لكن الأسهل في دي كان المنشار اليدوي عشان يظبط الكيرف معانا بسهولة. هصنفر بقى الأجزاء اللي فوق دي لأن القطع بيعمل حواف كده مرتفعة شوية، فقلت أصنفرها عشان يبقى الشغل نضيف. صنفرتها من كل النواحي وبقى عندنا الشكل ده. هستخدم كمان بواقي القطع اللي قطعناها اللي كانت في الجناب، والقطع اللي فوق دي هقسمها برضه بالطول، وهنا بقطعهم بعرض مختلف، يعني أي عرض مفيش مشكلة بالنسبة لنا. الجزء اللي في النص هبدأ ألزق فيه القطعة رفيعة، بستخدم هنا الغيار الأبيض. طبعا الغيار الأبيض بياخد وقت على ما ينشف، لكنه بينشف قوي جدا وهو أنسب حاجة للخشب. نقدر نستخدم السوبر جلو لو حابين ننجز شوية. زي ما شايفين كده حطيتهم بشكل عشوائي، حتة رفيعة وحتة تانية جنبها عريضة شوية، وهحط عليهم أي حاجة تقيلة كده لحد ما ينشفوا تماما. بعد ساعتين تقريبا كان الغيرة نشف. هقطع بقى الزيادات دي كلها، برضو بقطعها بالكتر زي ما انتم شايفين، طبعا بضغط كذا مرة لحد ما بتظبط معانا، وكالعادة هنصنفر الحواف دي عشان كلها يبقى شكلها كويس ومتناسق. بعد كده حبيت أعمل حواف للباب تكون مرتفعة شوية، هستخدم الكرتون بتاع سكتشات الرسم اللي هو الكرتون اللي بيكون سمكه ملي أو نص ملي، ده في ظهر سكتشات الرسم. هرسم الباب عليه بالظبط. بعد كده داخل الرسمة دي بحوالي نص سنتي هرسم نفس الرسمة كمان، وهقطعها واخليها من جوه. طبعا بتقطع من المشرط بسهولة جدا، ده مجرد كرتون يعني ورق سميك شوية. الجزء ده مقصوص مظبوط، مجرد بس ان احطه كده واثبته بالسوبر جلو. استخدمت هنا السوبر جلو لانه بيقوي الكرتون ده، والكرتون بيتشرب وبيتحول زي الخشب كده بيكون قوي. عشان كده بعد ما لزقته سقسقته من فوق بالسوبر جلو عشان يكون قوي. نبدأ بقى تلوين الجزء ده من الباب. هستخدم طبقة بطانة الأول، طبقة دي مش مهم أي لون، المهم بنضيف عليها شوية غير أبيض عشان تكون قوية والباب ما يقشرش بسهولة. غطيته بطبقتين لحد ما نشف تماما. بعد كده استخدمت اللون الأبيض، ده لون أكريليك مش متضاف عليه أي حاجة. أحط برضو طبقة أو اتنين لحد ما اللون يكون متناسق، وهسيبه ينشف تماما. بعد ما نشف اخترت اللون الأزرق الفاتح، وزي ما ملاحظين هنا انا مش بلون اللون الازرق بغطي الابيض بالكامل، لا انا بعمل تشبيحه كده، هخلي اغلب الباب لونه ازرق لكن في حتت من الابيض هتكون باينه. ده التاثير اللي عجبني في صوره كده وحبيت ان انا اعمل زيه. بعد ما خلصت واللون ده كمان نشف هستخدم لون ازرق اغمق شويه، وهبدا اعمل تشبيحات كده في بعض الاماكن. هنكمل التاثير زي ما شفت. الفكرة هنا إني باحط كمية لون بسيطة على الفرشة، وبعدين بابدأ أدمجهم كده واحدة واحدة، أكمل بقى شوية من الأزرق على شوية من الأبيض لحد ما أوصل للتأثير اللي عجبني. وبعدها كنت عاوز أعمل تأثير عوامل جوية على الباب. أنتوا عارفين الخشب لما بيقدم بيبقى عليه شوية بقع كده وألوان، فهستخدم الألوان الباستل، الطباشير دي عاملة زي الطباشير بودرة كده. طبعا دي طريقة سريعة جدا عشان نعمل تأثيرات العوامل الجوية. استخدمت ألوان ما بين الأخضر والبني والأورنج، باحط كده شوية وبعدين بامسح بإيدي عشان اللون يندمج ويكون شكله مناسب. كنت بابُص في صورة وحاولت إن أنا أقلدها على قد ما قدرت. عاوزين بقى نعمل المسامير اللي بتكون موجودة في الأبواب الخشب القديمة دي، هاستخدم الخرز ده نُص خرز موجود بأحجام مختلفة، كنت شاريه من على تيمو. علّمت الأماكن اللي هالزق فيها بالقلم الرصاص، بعد كده نقطة واحدة من السوبر جلو هتكون كافية جدًا إن هو يلزق كويس. باستخدم ملقاط صغير كده وبعدين باحط كل خرزة مكانها. طبعًا دي هتدّينا تأثير أو شكل المسامير القديمة، كان بيبقى الراس بتاعتها بنفس الشكل كده. خلّصت صفّين وبعدين الجزء اللي فوق ده برضه عملت فيه مسمارين، وصلنا للشكل ده. بعد كده كنت عاوز أعمل حلقة في الباب اللي هُم بيخبّطوا بيها دي، حلقة حديد. استخدمت المسامير الصغيرة دي شبه المسامير بتاعة السنارة، حجمها صغير أوي بتنفع في الأعمال الفنية. استخدمت واحد منهم وعملت له خرم صغير كده وبعدين لفّيته.
بعد كده عشان أعمل الحلقة بقى نفسها استخدمت سلك ألومنيوم لونه أسود، نقدر نستخدم أي لون ونلونه عادي، يعني السلك الألومنيوم المتاح ما فيش مشكلة. عملت منه حلقة على قطعة من الخشب بتاع الشيش طاووق، بعد كده قصيت الزيادات وهافتح الحلقة دي وأركبها مكانها وأقفلها. كده بقى عندي حلقة متحركة شكلها واقعي جدًا. بالنسبة للمكان بتاع المفتاح كان عندي المعدن المزخرف ده، قطعت حتة منه بالدريمل، بعد كده هالزقه بالسوبر جلو مكانه. طبعًا تقدروا تعملوه بأي شكل بسيط، أنا عملت أبواب قبل كده كتير على القناة، تقدروا تختاروا أي شكل تحبوه. هنلوّن بقى الأجزاء الحديدية دي كلّها سواء الفتحة بتاعة الباب أو الحلقة أو المسامير، بادّي لها الأول لون أسود، ولمّا ينشف تمامًا هارجع أعمل تشبيحة كده بلون فضي ميتاليك، بامسح أغلب اللون من على الفرشة وبادّي تشبيحة بسيطة. هتلاحظوا الفرق دلوقتي في الصورة الجاية، بيدّي تأثير زي الحديد القديم كده. هاكمّل الحلقة وبرضه الجزء بتاع المفتاح، وكده أعتقد إن إحنا خلّصنا الباب بتاعنا. عشان أعمل الحيطة بقى نفسها استخدمت قطعة برضه من الخشب الMDF اللي الطول والعرض مكتوبين قدامكم على الشاشة. هحط الباب في مكانه المناسب وزي ما شايفين كده سبت تحت حوالي سنتي، السنتي ده عشان نعمل العتبة بتاعة الباب بعد كده. المهم علمت مكان الباب بالظبط، وهاخد حوالي ملي أو 2 ملي حواليه عشان بعد كده لو حطينا جبس أو حطينا أي طبقات يقدر الباب يدخل بسهولة. المهم أقطع الجزء اللي جوه ده، بعد ما قطعته زي ما انتم شايفين المقاس بتاعه. هاستخدم كمان الفوم، دايمًا باستخدمه في الأعمال الفنية مناسب أوي، تقدروا تستخدموا الكرتون أو الفلين الأبيض، أي حاجة، المهم إن أنا هاعمل نسخة من نفس الخشبة دي، وهاقطّع برضه مكان الأبواب، عملت منها نسختين بالضبط، والفكرة هنا إني باعمل عمق للحيطة عشان الباب هيكون داخل جوّه شوية. بعد كده هالزق الطبقات دي كلّها في بعضها باستخدام الغيار الأبيض، باحط شوية كده وبعدين بافردهم بالفرشة، ولازم أساوي الأطراف بتاعتهم تمامًا. والطبقة طبعًا بتاعة الخشب هتكون برّه، وبعد كده باحط عليهم أي حاجة تقيلة لحد ما ينشفوا تمامًا. بعد ساعتين كانوا نشفوا، هاصنفر الحواف بتاعتهم عشان شكلها برضه يكون كويس، لإن مهما قطعنا برضه بيكون في حاجات مش مضبوطة. بعد كده هاستخدم معجون الخشب والجدران الجاهز، هنغطي بيه الجزء بتاع الباب ده، هيقوي الفوم وفي نفس الوقت هيخلّي شكله ناعم وظريف. طبعًا هنصنفره بعد ما نخلّص. هنبدأ تلوين بقى الحيطة وأنا اخترت اللون الأبيض، أنا عاوز أعمل حيطة أبيض والباب بيكون لونه أزرق، تصميمات مشهورة في اليونان وفي أكتر من مكان. اديت طبقتين لحد ما اللون بقى متناسق وهسيبه ينشف تمام. بعد كده استخدمت حتة من نفس الفوم اللي استخدمناه قبل كده مقطوعة على المقاس، علمت المكان بتاع الباب وهلونه أسود عشان لما نلزق الباب لو بان أي حواف ولا حاجة يكون شكلها كأنه مضلم. لزقت القطع في بعضها وده كان وقت مناسب إن احنا نركب الباب مكانه، لزقته بالغيرة الأبيض. عاوزين بقى نعمل شوية إكسسوارات كده حوالين التصميم. أول حاجة هعمل فانوس، استخدمت الأكريليك الشفاف ده زي الإزاز لكنه بلاستيك، وبعدين هستخدم كمان القطع من خشب عصيان القهوة. قطعت حتة من الأكريليك ما اتقطعتش معاه مظبوط، هي طبعا مش أنسب حاجة إنها تتقطع بالمشرط لكن يعني بيمشي الحال. قطعت الجزء ده وهعمل منه 4 أجزاء بنفس الشكل. هنلزقهم في بعض باستخدام السوبر جلو، باحط شوية كده على الحواف وبعدين بامسكهم واحاول إن الزوايا بتاعتهم تكون مضبوطة، ولو مش مضبوطة مش مشكلة هنصنفرهم في الآخر ونضبط الحواف دي. لزقت ال4 في بعض. عاوزين نعمل لهم بقى حواف يكون لونها أسود، أنتم عارفينها اللي بتكون موجودة في الفوانيس اللي بالشكل ده. هاستخدم الخشب بتاع عصيان القهوة زي ما قلت لكم، قطعته بمقاس أطول شوية من الفانوس. بعد كده هاقسمهم بالنص هيبقى الحجم بتاعهم كده مناسب أكتر. عملت منهم كمية كافية وهلونهم بلون أسود. هنبدأ بقى نجمعهم، باحط شوية من السوبر جلو كده على الزاوية وبعدين بلزق القطعة من الخشب بحيث إن هي تكون على الحافة بالظبط. بعد كده بقص الزيادات باستخدام بنسة، وهاجي على الناحية المقابلة ليها وهلزق قطعة تانية برضو بنفس الشكل عشان تعمل لي زاوية 90 درجة وتغطي لي الأكريليك الشفاف ده. ده المنظر اللي أنا أقصده. هنعمل طبعا الأربعة بنفس الشكل، الأربع زوايا. هكمل باقي التصميم بقطع من الخشب، وهتلاحظوا هنا ان انا قصرت الطول شويه بتاع الفانوس لانه كان طويل قوي، قصيته بالمنشار اليدوي. هكمل بال4 قطع من الخشب دول لونتهم كلهم باللون الاسود. الجزء اللي فوق هلزق فيه قطعه كبيره شويه، من ورا كانت مش بارزه لكن من بقيه الجوانب كانت بارزه شويه، ولزقت عليها قطع اصغر وكمان فوقيها قطع اصغر، عملت زي هرم كده مدرج. اما الجزء اللي تحت فهنقفله بالقطعه دي من الكرتون.
وكنت عاوز أعمل له علّقة كده عشان يكون متحرك، فاستخدمت نفس المسامير الصغيرة وركبت واحد فوق. وعشان أعلّقه بقى استخدمت قطعة من خشب الشيش طاووق، عملت فيها خرم كده قدّام ولوّنتها باللون الأسود، وهاستخدم برضه مسمار فتحته من قدّام شوية باستخدام البنس عشان يبقى التعليقة بالمنظر الظريف ده. ودلوقتي جه الدور على القصايص بتاعة الزرع، عندي جاهز بنفس الشكل ده كنت شاريهم من تيمو، لكن هاعمل قدّامكم 2 بشكل ظريف جدًا. هنستخدم الخرز الخشب ده بأحجام مختلفة، وهاستخدم الجِلَد بتاعة الأنابيب دي برضه بأحجام مختلفة. عاوز أعمل شكل الفازة المشهور كده، فهالزق الخرزاية دي على قطعة من الجلد، وبعد كده هاحط كمان قطعة صغيرة في الجزء اللي فوق، وباثبّتها بالسوبر جلو بيمسك كويس جدًا في الجلد الرابر ده. بعد كده هاحط كمان قطع أكبر عشان الفوهة اللي فوق تكون باينة زي ما أنتم شايفين كده. مش هينفع طبعًا أسيبها كده، فهاستخدم صلصال، أي نوع صلصال بينشف في الهوا. خدت منه حتة كده وبعدين لفيتها على الجزء اللي فوق، أنا عاوزه يكون شكله انسيابي زي الجرات والقلل بتاعة زمان دي لو تعرفوها. بعد كده بدأت أساوي الأجزاء دي، وأي أجزاء زيادة من الصلصال هاشيلها، يعني هافضل أنحت فيها كده لحد ما تاخد شكل انسيابي. وطبعًا نقدر نستخدم المَيّة عشان ننعّم الصلصال ده في أي وقت. كمان الجزء اللي جوّه هاسِدّه برضه باستخدام حتّة من الصلصال وهاسويه. بعد كده مسحت أي زيادة من الصلصال في أي مكان بمنديل وهاسيب ده بقى كُلّه ينشف. القصيص التاني هاستخدم الخرزة زي ما هي، ومجرّد بس إني هالزق عليها جلدة من فوق بحجم مناسب، هتعمل لنا زي حلق كده موجود فوق. بعد ما الصلصال نشف تمامًا حوالي 10 ساعات كده، استخدمت صنفرة وصنفرت على خفيف عشان أنعمه واخلّي شكله انسيابي أكتر، وعشان ألوّن حطيتها كده في قطعة من الخشب عشان أقدر أمسكها كويس. بنلوّن بطبقة أساسية أي لون، أنا اخترت اللون الرمادي برضه متضاف عليه شوية غيرة أبيض عشان يكون الطبقة الأساسية قوية. هاسيبها تنشف تمامًا، بعد كده هالوّن باللون بتاع الفخار اللون الطيني اللي هو اسمه تيراكوتا، هادّي طبقة أو 2 لحد ما اللون يكون متناسق وهاسيبه ينشف تمامًا. أنا لوّنت الاتنين بنفس الشكل، حسّيت إن هُم كده هيكون شكلهم أشيك. كمان كنت عاوز أعمل شوية برتقان كده عشان الشجرة، البرتقال يعني، فباستخدم نفس الصلصال وباعمل كِوَر صغيّرة بس بحجم مناسب. موضوع بسيط جدًا، هاعمل منها كمية مناسبة أكتر من اللي أنا متوقع إني هاحتاجه وهاسيبهم ينشفوا تمامًا. وعشان ألوّنهم بعد ما نشفوا أسهل طريقة بالنسبة لي إني حطيتهم في كوباية، بعد كده حطيت عليهم لون أورنج، واللون ده كان فاقع أوي، فحبيت إن أنا أضيف كمان شوية من الأصفر تفتّحه شوية، وبعد كده قلّبتهم باستخدام فرشة، وأحطهم على ورقة زبدة وأفرّدهم كده لحد ما ينشفوا تمامًا. أمّا بالنسبة للشجرة نفسها، فأي حد متابع القناة عارف إن أنا عملت شجر كتير جدًا على القناة، يمكن 10 فيديوهات أو أكتر بيشرحوا كل طرق صناعة الشجر. المهم كنت عملت برواز بالحجم المناسب باستخدام الخشب، لوّنته باللون الأبيض، بعد كده هاحط التصميم جواه، وطبعًا لو القطع بتاعنا مضبوط هتلاقوا البرواز على المقاس بالضبط. ثبّته مكانه، محتاجين بقى نعمل الأرضية لإنها مجرد حتة خشب دلوقتي. هاستخدم نفس الصلصال، بافرد حتت منه كده بحجم مناسب وأبدأ أحطها على الأرضية. هاحط قطعة و2 و3 لحد ما أغطي الأرضية كلها. بعد كده بأي أداة من أدوات النحت، أي حتة خشب، أي حاجة متاحة عندكم، معلقة والّا حاجة، هافرد الأجزاء دي وأحاول أوصل لكل الزوايا. طبعًا أمّا ضغطت عليها عملت لي حواف كده بارزة، فهاشيل الحواف البارزة دي. وكمان استخدمت المَيّة عشان أنعّم الصلصال وأوصّله لكل الحواف ولكل الزوايا. أمّا عتبة الباب هاعمل بس حتّة كده من الصلصال، زي ما أنتم شايفين السمك بتاعها حوالي نُص سنتي، قطعتها على المقاس المناسب وحطيتها مكانها وبرضه ضغطت عليها كده ووصّلتها لكل الزوايا مضبوط. كنت عاوز أعمل أرضية بقى من الحجارة، عشان كده هاستخدم الأداة دي بتاعة النحت اللي هي الراس بتاعتها بتكون مدوّرة، ونقدر نستخدم أي حاجة متاحة يعني ما فيش مشكلة. بارسم عليها الأشكال بتاعة الحجارة، وطبعًا الرسم هنا عشوائي جدًا. أكيد مش عشوائي لدرجة إن أنا أرسم أي حاجة مش مضبوطة، لكن يعني بنتكلم إن هو أشكال مختلفة، بس يكون الحجم بتاعها مناسب للتصميم. مجرد إني باضغط كده عشان أرسم الشكل، وأي صلصال زيادة باخده وبارميه. هاكمّل باقي التصميم بنفس الشكل وهاسيبه ينشف تمامًا. أنا طبعًا ما سِبتوش ينشف تمامًا ولا حاجة، اشتغلت يا دوب بعد ساعة ونُص لإن كنت عاوز أنجز التصميم، لكن الأفضل نسيبه مثلًا 10 ساعات على الأقل. هنلوّن بألوان أكريليك كلّها درجات من البني بس متضاف عليها شوية من اللون الرمادي، عشان اللون بتاعها يكون
باهت شوية، دي درجات من اللون البني المصفر والبني المحمر وكمان لون الرمل. هلون كل حجارة بلون مختلف زي ما شايفين كده. أما العتبة نفسها فلونتها بلون رمادي فاتح، وطبعا هسيبهم ينشفوا تماما. حطيت لزق كده على الجزء اللي تحت، لزق من بتاع الدهانات، عشان الخطوة الجاية هستخدم فيها غسول أكريليك من اللون الأسود، عبارة عن لون أكريليك أسود متضاف عليه مية وعليهم نقطة كحول عشان يسيل بسهولة ويدخل في الشوي اللي موجودة اللي لونها أبيض دي زي ما انتم شايفين غمقها. كمان على العتبة ده هيدينا تأثير عوامل جوية بسيط كده وهيدينا تنوع في الألوان، وأي زيادات بمسحها قبل ما ينشف. باقي لنا خطوة واحدة في تلوين الحجارة. هستخدم اللون الأبيض، ده لون أكريليك عادي بحطه على الفرشة وبمسح أغلب اللون. بعمل حاجة اسمها دراي براشنج، ده بس بيديني هايلايتس كده أو أماكن إضاءة على الصخور وهيديني تنوع. هعملها كلها بنفس الشكل ده لحد ما يبقى ده شكل الحجارة. بعد ما خلصنا الأرضية ده كان وقت مناسب نضيف الإكسسوارات بتاعتنا. الفانوس شفت المكان المناسب بتاعه، بعد كده عملت فتحة في الخشب باستخدام الدريل، فتحة على قد الخشبة بالظبط. بعد كده حطيته مكانه ولزقته بالغيار الأبيض، وزي ما شايفين كده بيتحرك وعامل جو حلو. هنضيف بقى الشجر اللي عملناه، وطبعا ما شرحتش طريقة الشجرة دي دلوقتي في الفيديو، لكن انا شرحت طرق شجر كتير قبل كده في القناة تقدروا ترجعوا ليها. هضيف الشجرة في الصيص بتاعها واحطها في المكان المناسب. انا طبعا صممت الشجرة بالمنظر ده عشان يكون جزء منها فوق الباب. كمان استخدمت الورد الجاهز ده ورد مجفف طبيعي جاهز، حسيت اللون ده هيبقى مناسب للتصميم ولزقتها وحطيتها في المكان اللي انتوا شايفينه ده. جه بقى الدور على البرتقال او اليوستفندي، وشكله الحقيقه طلع يوستفندي اكتر شويه. فاستخدم نقطه بس كده من الغير الابيض وعليها نقطه من السوبر جلو. الخليط ده بيقفش بسرعه جدا، فمجرد ان احنا كده بنلمسه للشجره بيمسك مكانه وبيبقى ثابت. وطبعا اللون الابيض بتاع الغيره ده لما بتنشف لو استخدمنا اي نوع غيره كويس هيبقى شفاف تماما ومش هيبان. اتبقى عندي شوية برتقان كده فقلت استخدمهم في اي حاجة. كان عندي السلة دي شاريها، دي بتاعت بيوت باربي والحاجات دي، شاريها من تيمو جاهزة. حطيت فيها البرتقان الباقي كله، طبعا لزقته باستخدام الغيار الابيض وهضيفه جنب الباب. اعتقد شكله مناسب جدا. اخر خطوة هعملها هستخدم فيها الحشائش والنجيلة، دي انا شرحت طريقتها بالتفصيل. هاخد منها حتت صغيرة كده واحطها في الغيار الابيض وهبدأ ازرع كده في اماكن عشوائية طبعا ما بين الصخور اللي عملناها، وكده نكون خلصنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ما تنسوش كمان تعملوا شير مع اصحابكم اللي حابين يتعلموا النوع ده من الاعمال الفنية. ولو حد عنده اقتراحات لاي عمل فني يكتبوا لي في التعليقات، ولو عجبني ان شاء الله نعمله مع بعض. واخيرا ما تنسوش تدعموا لاخوانكم في غزة والضفة والسودان واليمن، والواحد مش عارف يقول مين ولا مين والله. يعني على الاقل ادعموهم بالدعاء والتبرعات لو تقدروا. طبعا ده مش واجب الوقت، الواجب اكبر من كده بكتير، بس على الاقل خالص يعني افتكروهم. ختاما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.